السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتنا كتير مميزة. بتقدروا تسموها البيتيفور اللي بدون قالب اللي بدوب بالتم، بسكوت السابليه أو بسكوت العيد. هي قليلة من الطحين 250 جرام، عملت معي كمية وفيرة من البيتيفور أو البسكوت السابليه. نحتاج 125 جرام زبدة بحرارة المطبخ، و25 جرام زيت نباتي، وبيضة. هلا راح اخلط الزبدة مع البيض مع الزيت. هلا راح اضيف 75 جرام سكر، وضروري يكون السكر مطحون بودر جدا. وراح اضيف كمان ملعقة صغيرة ممسوحة فانيلا، راح اخفقهم مع بعض. هلا راح اضيف كمان ملعقة صغيرة حليب بودر، وراح اضيف ربع ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، وضروري ما اكتر، وضروري ما استخدم الحليب السائل، فقط البودر. وراح اخفق. هلا خليط الدهن اللي عملته امامكم انا راح اوزنه، وبعد هيك راح نشوف شو راح نعمل. هلا انا خليط الدهن طلع على الميزان 266. راح اقسمه من النص، يعني بيطلع 133. هون انا عندي 125 جرام طحين منخول، راح اضيف له 133 جرام من الدهن اللي خفقناه مع بعض. وهي امامكم 133 من مقدار الدهن على الميزان. وهلا انا بدي افضيهم لحتى اخفقهم امامكم ان شاء الله. وهلا هي العجينة امامنا، وراح افرغها بهذا الصحن لحتى تشوفوا قوامها. طبعا هاي العجينة راح ادخلها هلا بالثلاجة مدة نص ساعة تقريبا. هلا هذا الطحين وزنه 125 جرام، قمت منه ملعقة كبيرة طحين لحتى اضيف بدل منها ملعقة كبيرة كاكاو. هلا انا راح افرغ كمية الطحين واضيف عليها معلقة الكاكاو والزبدة. طبعا هذا العجين او الخليط اللي لونه بني راح يكون ان شاء الله، وراح اخلطهم مع بعض. وهي العجينة اللي بالكاكاو جاهزة امامنا، وراح اتركها ترتاح بالثلاجة. هي عجينة البسكوت امامنا بعد ما طلعتها من الثلاجة. هي راح تغلبكم شوي وتعذبكم بالشغل، بس على طول ان شاء الله بتصير لينة. وهيني عمالي بعجن بدلك بالعجينة، بديها تكون متماسكة، وان شاء الله اذا شفتوها لاصقة كتير معكم ممكن اضافة الها رشة. بدي ارش عليها شوية طحين، ادلكها شوي لحتى ارقها واقطعها. اذا لقيتوا العجينة كتير بايدكم لينة بامكانكم ترشوا طحين وتحاولوا انكم تدلكوها شوي. وهلا انا بعد ما رقيتها بدي اقطعها باي قطاعة موجودة عندكم بالبيت او اي شكل انتم بتفضلوه. العجينة بسمك 2 سنتي. ضروري تكون العجينة اثناء العمل متماسكة، يعني ممكن تضيفوا معلقتين طحين اذا شفتوا العجينة بحاجة. هلا اثناء العمل بتكون العجينة كتير لينة، فلا تحكموا عليها، ضروري نرتبها على صينية ونحطها بالتلاجة. وهي شكلها بعد ما قطعتها. هلا انا هون راح اضيف من معلقتين ل3 طحين.
هلا بدي ايش رقها واقطعها. هون انا رقيتها بسمك 2 سنتي. بعد ما بنقطعها بنحطها بالثلاجة لحتى العجينة تتماسك. بالعجينة هي سبب طراوتها بعد الخبز. ضروري هون تكون القطعات نظيفة اللي استخدمناها بتقطيع اللون البني. بسكوت حطيتها بعد ما شكلتها بالثلاجة مدة ربع ساعة، وهلأ بدي اخدها على الفرن لحتى اخبزها. ملاحظة مهمة جدا، لما تيجي تخبزوا البسكوت البني ضروري تحطوا كم وحدة مع بسكوت ابيض، ليه؟ لحتى تعرفوا درجة الاستواء. هي البسكوت امامنا بعد ما خبزناه وما شاء الله عنه. بتمنى انكم تجربوه. في التزيين لكم حرية الاختيار. وهذا شكل البسكوت امامنا بعد ما زينته. طبعا انتوا زينوه بالطريقة اللي بتفضلوها، انا ما بدي احكي لكم عن طعمه لانه لازم تجربوه مشان تذوقوا طعمه وزكاوته. عام وانتوا بألف خير.